فترة التبويض اللحظة اللي جسمك بيختار فيها الفرصة. في وسط الشهر في وقت محدد بيبدأ الجسم يجهز نفسه للحظة استثنائية، لحظة بيطلق فيها المبيض بويضة مستعدة انها تلتقي بالحيوان المنوي. دي هي فترة التبويض. فترة التبويض بتحصل غالبا في منتصف الدورة الشهرية. لو الدورة منتظمة كل 28 يوم فالتبويض بيكون حوالي اليوم ال 14. لكن مش كل الأجسام واحدة، الوقت ده ممكن يختلف من واحدة للتانية حسب انتظام الدورة والعوامل الهرمونية. فايه اللي بيحصل؟ المبيض بيفرز بويضة ناضجة، البويضة بتنتقل لقناة فالوب بتستنى هناك حوالي 24 ساعة. لو حصل التخصيب بتبدأ رحلة الحمل، ولو ما حصلش بتنتهي فترة الخصوبة وتبدأ التحضيرات لنزول الدورة. هل في علامات ممكن تحس بيها؟ في علامات بنحس فيها فترة التبويض، زي ألم خفيف أو شد في جهة واحدة من البطن، زيادة في الإفرازات المهبلية بتكون شفافة ولزجة، ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، ممكن إحساس خفيف بالانتفاخ أو زيادة في الرغبة أو التقارب النفسي. ليه مهم تعرفي توقيت التبويض؟ لو بتخططي للحمل ده أفضل وقت يكون فيه العلاقة الحميمية، ولو بتفكري في تنظيم الحمل معرفته بيساعد في اتخاذ القرار المناسب. كمان فهم التبويض بيديكي وعي أكتر بجسمك وهدوء في التعامل مع أي تغيرات بتحصل. عندنا نصائح لدعم الخصوبة وقت التبويض. اشربي مياه كافية، خدي تغذية متوازنة فيها زنك وحديد وبروتين، قللي التوتر قدر الإمكان. ممكن تستخدمي تطبيقات لتتبع الدورة. في النهاية فترة التبويض مش بس وقت في الشهر، ده رسالة من جسمك أنا جاهز وأنا شغال بدقة وأنا بستناك تفهميني.